السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو الاخوان غادي نشوف الصحف الاسبانيه والعالميه اشنو قالت على يوسف النصيري، خصوصا بعد التالق ديالو في الماتش ديال البارحه، بعد التوهج وكذلك بعد تسجيل الهدف في الدقائق الاخيره ضد فياريال اللي كمنح بها الفريق ديالو 3 نقاط. والمهم الاخوان بلا ما نطولوا عليكم وندخلوا ديريكت في التفاصيل، ونبداو الاخوان باشهر صحيفه باسبانيا اللي هي صحيفه اس اللي كامله 100% غادي تكونوا كتعرفها، وكاع عشاق ديال الرياضه الاسبانيه غادي يكونوا كيعرفوها. نشوف الاخوان شنو عنونات المقال ديالها في حيث كتبات لافير دائر انصيري، يعني رأسية السعاده من نصيري. ويوسف نصيري الاخوان ولات كتعتبروا اشبيليه من الركائز الاساسيه ديال الفريق، وصراحه الاخوان المدرب مندي بار عطاه واحد فرصه كبيره بحيث عطاه بزاف ديال الفرص ديال اللعب. والصحيفه الثانيه الاخوان 100% غادي تكونوا كتعرفوها و100% غادي تكونوا فايت لكم سامعينها، اللي هي الموندو ديبورتيف. لاحظوا معايا الاخوان العنوان الكبير اللي داروا على يوسف نصيري ما يمكنش. النصيري اصبح مصدرا للسعاده داخل اشبيليه. وغنشوف الاخوان السوتي دخل كتبوا لي كان كالتالي: هدف اكثر من رائع ليوسف نصيري منح به 3 نقاط لفريقه اشبيليه تبعده عن المراكز الاخيره، وهذا راجع لاعتماده على المدرب مندي بار عليه في الدقائق الاخيره، كما فعل ايضا في مباراه مانشستر يونايتد. يعني الاخوان صراحه الاخوان يوسف نصيري ما بقاش كيتصنف من فئه اللاعبين العاديين، بل ولا كيتصنف من احسن اللاعبين في 2023 الاخوان، بحيث انه داخل قائمه ديال ثاني اكثر لاعب مسجل من اللي بداش 2023 حتى لدابا. يعني الاخوان شفنا واحد يوسف نصيري وواحد اخر مورا المونديال، وهذا الشيء راجع للمدرب مندي بار اللي كيعتمد عليه. وكذلك الاخوان ما نساوش الدور اللي هو الاساسي اللي هو وليد الكراكي اللي يرجع عليه الثقه ديالو. وناهيك من الاخوان على بزاف الصحف الاخرين اللي دواو عليه بحال فوت ميركاتو وكذلك صحيفه سبورت اسبانيه، وتقريبا نفس لاغتي كيبقى يتعاود. مبغيتش نعاود نجيب لكم ونعاود نقول لكم نفس الحاجه. هذا ما كان الاخوان، تهلاو لي في راسكم بزاف، نشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله، في امان الله.